مباشرة سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال وفيصل. تعادل اليوم يعتبر يعني عودة للهلال في الشوط الثاني بعد خسارة بهدفين ثم عودة مع نهاية المباراة. أنا سعيد بروح الفريق الحقيقة وبالعودة مثل ما تفضلت هدفين في 10 دقائق كانت نتيجة عدم تركيز وترجع وكنا قريبين من ان احنا نفوز حقيقة. ضعنا فرصتين في اخر الشوط الثاني احمد الدوسري ويوسف السالم وكذلك فرصة في الشوط الاول كانت كفيلة بانها خلينا ناخذ 3 نقاط. بس ما في شك ان الاهلي فريق يحترم، فريق كبير عنده لعيبة ممتازين ومدرب ممتاز. المجموعة هذه طبعا معروف انها المجموعة الحديدية، فعلا هي من اصعب المجموعات. ان شاء الله اللي استطيع اني اعد فيه الجمهور ان شاء الله ان احنا سنبذل قصارى جهدنا للتاهل، وسنبذل قصارى جهدنا الى انه ان شاء الله نخطو خطوه خطوه الى ان شاء الله ما نوصل الى ابعد مدى في البطوله وهو النهائي بالكاس ان شاء الله. وانا متفائل باذن الواحد الاحد ان السنه هذه البطوله هلاليه ان شاء الله. مدير الجهاز الفني سامي الجابر لم يتواجد ايضا تواجد بعض الاعضاء بعض وسائل عن عدم وصول بطاقة المدير. الراجل ما يمكن نوريكم البطاقة هذه موجودة ورا الاخوان الصحفيين، الكلام هذا عيب انه يتردد يعني. لانه مش معقول انه احنا يعني الامور هاي تاخذ فترة من التجهيز واوراق تنعد وفي ورش عمل تنعمل وكل اشياء تكون مكتملة من قبل. الرخصة الثانية رخصة ايه اصلا؟ ما حصل انه سامي الجابر جاء اليوم النادي من البارح كان يعاني من درجة حرارة عالية هو. وصل النادي اليوم كان ما هو قادر يوقف حتى كانت درجة حرارة 40 41 يعني. اضطرينا ان احنا ننقل لمستشفى المملكة والحمد لله رب العالمين. سوى فحوصات وطمأنينا عليه، كان معنا اخ محمد السوداني وانا اتصلت فيه والحمد لله والان طيب وعلى احسن حال الحمد لله. حسب الكلام اللي كان من الشباب في المستشفى انه كان يود الحضور الى استاد الملك فهد الدولي، ما ادري وش اللي تغير. والله طبعا كان ودي اروح بس طبعا انا بلغوني الاخوان كان معاه محمد الحمدان وسيد ابو خضير قالوا له ما يعني كان ما هو قادر يوقف، فكان من الصعب جدا انه يعني حتى لو حب انه يجي يعني كانت حتكون صعبه كثير يعني، كانت حتكون ما حتكون عامل ايجابي يعني بالتعب اللي كان فيه هو. الحمد لله ما في قادر يوقف. أنا أعيد الكلام عشان خاطرك بس تستاهل. مباراة قوية مع فريق قوي ومحترم في لعيبة ممتازين ومجموعة صعبة جدا. سعيد بعودة اللاعبين بعد إن احنا ناخذ هدفين في 10 دقائق ونرجع، هذا أمر يعني يجعل الواحد يكون سعيد على الأمر بالروح. ووضعنا الحقيقة فرص كانت كفيلة من 3 نقاط. أنا أعتقد إن احنا قادرين بإذن الله خارج أرضنا أيضا نحقق نتائج إيجابية. والهلال تذكرون على مدى تاريخ المسابقة دائما الحمد لله داخل ارضه وخارج ارضه يحقق النتائج الايجابيه. المجموعه صعبه جدا، كل الفرق لها احترامها وكلها جديره بالتاهل. سنسعى جاهدين مثل ما قلت ان احنا ان شاء الله نبذل قصارى جهدنا في البطوله، وعندي تفاؤل كبير انها السنه هذه تكون هلاليه ان شاء الله.